ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده موجوده معاكم في القناطر الخيريه، وبالتحديد امام حديقه النخيل وحديقه ابو قردان. ودي مقفوله للتجديد زي ما احنا شايفين. العجل بقى كان فسحه جميله جدا. نص ساعه كان عامل 20 والساعه كان عامل 30. وهندخل مع بعض دلوقتي حديقه النخيل وهنشوف مع بعضينا الفيديو. طبعا من الأنشطة الجميلة اللي بتقدر تستمتع بيها في القناطر الخيرية هي ركوب الحنطور. وده بياخدك لفة كبيرة ولفة متوسطة. وطبعا أسعاره بيبدأ من 150 لحد 200 جنيه. وكمان هنلاقي معانا الدراجات هو النارية. بقى ركبنا الثلاث رحل برحله واحده. في بتشوف فيها الشلالات، شجره ام الشعور، سجن القصر، سجن النسا، عقبال حماس يا رب لما تروح هناك. في فيها القصور الملكيه، قناطر محمد علي، قناطر الملك فاروق، قناطر مبارك الحديثه. بنلف المعالم كلها. وبكده نكون عرفنا اسعار الكاريتا. وكده داخلين بقى الحديقة. قلت لكم سعر تذكرة الدخول بتاعت الحديقة: الفرد الكبير 20 والأطفال 10 والعربية أو السيارة 20 جنيه. دي أول ما ندخل الحديقة. وسمعنا بقى الأسعار بتاعت الكاريتا من الأستاذ اللي كان معانا. كده احنا داخلين. أول ما هندخل على منطقة الألعاب. النهاردة الجمعة 3 مايو 2024، يعني الفيديو حديث. سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد الكبير و10 جنيه للأطفال. الحديقة زي ما احنا شايفينها جواها جميل قوي. تعالوا ندخل منطقة الألعاب. معانا عربيات كهرباء وقطر اهو زي ما احنا شايفين، وبرجولات ونطيطة كبيرة وسلسلة. معانا ألعاب كتيرة. ده ركبت أول مرة معايا قعدت لسه بقى هنسأل على الأسعار وأقول لكم عليها دلوقتي. أهي النطيطة وأهو القطر والعربيات الكهرباء. ودي بدلات مية. هي الحديقة كبيرة شوية بس حلوة يعني. الجو النهاردة جميل. يلا هكمل لكم بقى، هصورها لكم كلها. خليكم معانا. المرجيحة دي حلوة قوي، دي اكتر مرجيحة انا بحبها. بصوا الحديقة جميلة جدا وكبيرة. قلت لكم مسموح بدخول المأكولات والمشروبات ولعب الأطفال. وكمان فيها هنا كور، لو مش معانا كور نقدر نشتري من هنا. فيها البرجولات دي، تقدروا كمان تجيبوا ملاية معاكم وأكلكم. الحديقة جميلة جدا. وأنا لسه هستكشفها معاكم. وده الباركنج اللي بتخش بيه بعربيتك عادي. العربية بتدفع لها 20 جنيه تدخل بيها الحديقة عادي. ودي رحلة معانا والمدرب معاهم بيدربهم او بيلعبهم.
وده شكل المكان برضو من زاوية تاني او من عند الباركنج. بصوا كمان في تأجير عجل النص ساعة ب20 جنيه والساعة ب30. طبعا دي حاجة جميلة قوي. ده الكوبري اللي بيدخلنا على ايه، على الحدائق بتاعت القناطر. خشي بقى كده على باقي الجنينه، بجد مساحتها كبيره جدا اكتر من حديقه عفله واسعارها جميله جدا. وده الجزء التاني، بجد انا منبهره. الجنينه بجد جميله جدا. ليه بقى؟ لان اكتر حاجه فيها هي المساحات الخضراء. طبعا اللي جنبينا دي حديقه عفله، واللي احنا فيها دي حديقه الجزيره. بصوا بقى الجو رايق ازاي، مفيش زحمه خالص. يا سلام لو تيجوا هنا بقى في اجازه شم النسيم وتقضوا اليوم كله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شم النسيم، خلاص ما فاضلش غير يومين. اتمنى لكم بقى تحطوا اشتراك ولايك وفسحه سعيده ورحله سعيده من هنا من قلب القناطر الخيريه. كان نفسي اصور لكم كل الحدائق اللي هنا، بس للاسف الوقت ما يسمحش، بس هصور لكم على قد ما اقدر. يا سلام بقى، كلها اسر وعائلات كده وجايين يقضوا اليوم هنا، جايبين اكلهم وشربهم بقى والملايه والرنجه والحاجات دي. العجله اهو اللي قلت لكم عليه. ده منظر حديقه، ده الكوبري، وطبعا احنا تحت الكوبري هنا في قلب الحديقه. عارفين المساحات الخضراء دي بتفكرني بحديقه الازهر. الجنب التاني من الحديقه بيفكرني بحديقه ال40 حرامي في حلوان. مش عارفه، كل جنب فيها فكرني بحديقه غير التانيه. يلا مكملين مع بعض ونتمشى لحد اخر الحديقه كده ونشوف قد ايه هي جميله وقد ايه الناس اللي فيها مبسوطين بجوها طبعا، ومبسوطين ان هم قاعدين محدش مضايقهم، ولا في كافيتريات بقى ولا تشرب ايه ما تشربش ايه. بص دي كلها مساحات خضراء، نقدر نقعد في اي مكان احنا عايزينه او حابينه. طبعا ده كله تراك للعجل، والعجل بيأجروه من بره. بصوا الحديقه هنا بتسمح بدخول الدراجات الناريه، يعني لو معاك موتوسيكل وداخل بيه ممكن تدخل بيه عادي جدا. بتدفع له تذكره بره 20 جنيه، ولو معاك عربيتك برضو بتدخل بيها. كمان ممكن لو عندكم شوايه او حابين تشوا كمان في المساحات الخضراء دي، هيبقى الجو جميل جدا. قلت لكم كده كل التفاصيل اللي حابين تعرفوها. لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك وكومنت بقى. واحنا في حديقه الجزيره وهصورها لكم تاني، وهقول لكم لو حابين تعرفوا اي تفاصيل يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. بحبكم كلكم. لا يا حبيبي بصور الجنين.
تعرفوا ان دي يعتبر اعلى نقطة في قلب الجنينة كلها. زي ما احنا شايفين قد ايه مساحات خضراء كتيرة جدا. زي ما قلت لكم لو عايزين تشووا او تصطادوا سمك طبعا ينفع تجيب سنارتك وتقعد بره في اماكن للصيد من غير رسوم دخول ولا اي حاجة مجانا. ودي كانت الجنينة معانا. هي عبارة عن جزئين، ده مساحات خضراء، ده الجزء التاني. الجزء الاولاني فيه موجود الملاهي والباركنج بتاع العربيات. دي مدرسة شبرا الخيمة طالعة في رحلة كشافة جوية. ما تسيبوش غير لما تحطي واحد. طبعا بيعملوا برامج كتير والعاب كتير، ودي كانت فقرة من فقراتهم. شكرا. انا بص عليها ما تقولش يا كابتن. انا مالي على فكره. يلا